بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله بارك في هذه الوجوه الطيبة النيرة يا رب العالمين، يحفظكم من كل سوء يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على طاعته يا رب العالمين. اليوم معنا شيخنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن جيران، عسى الله يحفظه ويبارك له. راح يتكلم المستقبل لهذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يفتح عليه يا رب العالمين. آمين. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فأحمد الله عز وجل أولا أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، وذلك للحديث حول ما سمعتم المستقبل لهذا الدين. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة 8 من ذي القعدة لعام 1446 للهجرة، ليلة الثلاثاء الموافق 5 من مايو 2025 ميلادي. هذا الحديث في هذه الليلة، واللي آمل أنه ما يتجاوز 10 دقائق حتى لا نكثر الكلام. قسمت إلى مقدمة وإلى آية من كتاب الله عز وجل في سورة التوبة، وهي بشارة من الله عز وجل لهذه الأمة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في سورة التوبة. هذه الآية الكريمة مؤيدة ب5 بشارات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل بشارة من هذه البشارات لها لوازم. هذه البشارة لها لوازم، لابد أن ننتبه نقوم بلوازمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بشر الأمة بهذه البشارات ال5 حتى نتهيأ نفسيا وجسديا ومعنويا وفكريا لهذه اللوازم، لوازم هذه البشارات. ثم أختم بشبهة، وأختم حديثي ب3 وصايا في هذه الليلة، وإن شاء الله ما نتجاوز 10 دقائق. تعلمون أن العالم الإسلامي اليوم يمر بظروف عصيبة جدا، ولا أظن أن مر على هذه الأمة ظروف مثل هذه الظروف اللي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم. 1.5 مليار مسلم، وأذلنا منهم أذل الأذلين، أذل البشر، أذل الأذلين أذلونا، وحنا 1.5 مليار مسلم، واليهود كلهم عن بكرة أبيهم ما يجون 10 ملايين، وحنا 1.5 مليار مسلم. لكن على كل حال لا نريد لليأس والقنوط أن يتملك مشاعرنا، حتى لا تنهزم نفوسنا ولا تفتر هممنا ولا عزائمنا، لأن الله عز وجل يقول: ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه فيها 3 أمور هذه الآية الكريمة. أولا، بشارة من الله عز وجل أن هذا الدين سيتم. بعض الناس يظن أن الدين صح تم، لكن هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهى خلاص. لا، مو صحيح. هذا اللي تحقق من هذه الآية جزء بسيط، ما تحقق الجزء الأكبر. الجزء الأكبر والجزء الأطول والأهم هو اللي جاي، لكن هذا جزء بسيط. أيوة، وليس هذا هو الجزء الأكبر. ليظهره على الدين كله، جميع أديان الأرض، جميع الملل والنحل ستخضع لهذا الدين. أيوة. والأمر الثالث، هذه الآية لما نزلت النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: لا يذهب الليل ولا النهار حتى تعبد اللات والعزى. شلون؟ كان فيه تعارض. الآية تقول الدين سيظهر إلى آخر الزمان، لكن هذا الحديث يقول
أن مع الأيام ستعبد اللات والعزى اللي هي آلهة العرب في جزيرة العرب. فاستشكلت هذا الأمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل ليظهره على الدين كله أن ذلك تاما أبدا، يعني الدين هذا سيتم إلى أبد الدهر إلى يوم القيامة، فكيف لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون ذلك، يعني أن تعبد اللات والعزى ما شاء الله، يعني فترة معينة. أيوة، ثم يعود الأمر. البشارة الأولى حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أصحاب السنن، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض. زوى يعني ضم الأرض كلها، فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني أدنى الأرض وأدنى الأرض، أقاصي الدنيا يعني. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذه البشارة الأولى. كل هذا الله راح يجمعه للمسلمين. البشارة الثانية قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. شلون؟ يعني كل مكان يجيه ليل ونهار راح يجيه الإسلام، راح يصير في مسجد، وراح يصير في أسرة مسلمة. كل مكان في الأرض وين ما مكان تطلع فيه الشمس وتغرب فيه الشمس، هذا راح يجيه الدين. لا مجاهل أفريقيا ولا جبال الهمالة ولا الدنيا هذه كلها راح يجيها هذا الأمر. أيوة. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، يعني إما بيت من طابوق واسمنت ولا بيت شعر بالبر راح يجي هذا الدين. أيوة. طيب هذه لها لوازم، هذه البشارة لها لوازم. من لوازمها اليوم أن يعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم، حتى يكونون قوة مكافئة لكل هذه الأديان. ولا كيف سنظهر على هذه الأديان؟ وكيف سنملك هذه الأرض إذا كنا منهزمين نفسيا؟ أيوة. البشارة الثالثة، وهذا حديث عظيم، سئل الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو قائد من الصحابة، من كبار الصحابة، سألوه والحديث كان عن الجهاد: أي المدينتين تفتح أول، القسطنطينية ولا رومية؟ فدعا بصندوق له حلق وفتح، وطلع منه صحيفة، وقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية ولا رومية؟ رومية إيطاليا، أيوة، مكر الفساد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: القسطنطينية تفتح أولا، اللي هي اسطنبول تركيا. فتحقق هذا الفتح بعد أكثر من 800 سنة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فتحها القائد محمد الفاتح، وهذا قصته عجيبة. نشأ مسلم في كنف عالم من العلماء، فكان هذا العالم في كل يوم ما يخلص معاه الدرس وتحفيظ القرآن ياخذ على البحر ويقول له: شفت الأنوار هذه؟ الرسول قال راح نفتحها. وهذا شاب صغير جت في نفسه: أنا بفتح. أيوة. فتحقق هذا الفتح اللي هو فتح، وكان يوم مشهود، يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله. اليوم الثاني شنو هو؟ روميا اللي هي إيطاليا، هذه ستفتح. أيوة. طيب هذا البشارتين لها لوازم هاتين البشارتين أن فتح إيطاليا سيكون لما تعود الخلافة الراشدة. أيوة، الخليفة المسلم لما يأمر بأمر، وهذا جاء في التاريخ الإسلامي، الخليفة المسلم لما يأمر بأمر 1.5 مليار مسلم يصفون، ما يقولون ليش ولا يقولون متى، بس يأمر بأمر الخليفة المسلم. ليش؟ لأن هذا دينهم وهذا عزهم وهذه عقيدتهم. ففتح إيطاليا راح يكون من القائد المسلم.
لما المسلمين يكونون كلهم على قلب رجل واحد، كلهم على قلب رجل واحد، ولا بينهم حقد ولا بينهم بغضاء ولا بينهم أي شيء، تماما مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم. البشارة الرابعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث طويل رواه الإمام أحمد، لخص لنا التاريخ الإسلامي، قال: تكون فيكم الخلافة، تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، النبوة اللي هي فترة حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكون فيكم الخلافة اللي هي الخلافة الراشدة ما شاء الله أن تكون، ثم يكون ملكا عاضا، يعني التنافس على الدنيا. الفترة اللي وراها ثم يكون ملكا جبريا أشد من الأول، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت عليه الصلاة والسلام، يعني هذا في آخر الزمان. أيوة. طيب، البشارة الخامسة والأخيرة، ونختم فيها بهذه الشبهة والوصايا الثلاث، ونختم حديثنا هذه الليلة. هذه البشارة الخامسة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا خضراء. أرض العرب هذه القاحلة اللي القحط أكلهم راح ترجع مروج خضراء. أيوة. طيب، والحين البوادر واضحة، الحين شوف الحين ما شاء الله الري، وشوف الزراعة، وشوف الفواكه اللي تصير، وشوف الأمطار اللي تجي، وشوف البحيرات اللي تجي، هذه بداياتها، هذه بدايات لهذه المبشرات. طبعا وأيضا ظهرت بشارات هذا الحديث أنها ستعود مروج خضراء. شوف أنظمة الري وأنظمة الزراعة الآن اللي صارت الآن، والفواكه اللي تجي في الصيف والشتاء، هذه كلها مقدمات لهذا الحديث النبوي الشريف. هذه شبهة قبل لا نختم درسنا اليوم. البعض يردد حديث، وهو حديث صحيح: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم، رواه البخاري. هذا حديث صحيح، لكن هذا الحديث في 3 قيود. أولا، ما يجوز أن احنا نحدث بهذا الحديث ونسكت. ليش؟ لأن هذا الحديث يخلي الإنسان خلاص، إذا المسألة كذي إذا انتهينا، إذا شو نسوي بعد؟ لأن كل عام راح يصير أسوأ من العام. أيوة. نقول هذا الحديث ليس على عمومه، بل هو مقيد. هذا أولا، مقيد بأحاديث خروج المهدي في آخر الزمان، المهدي اللي الله يصلحه في يوم وليلة، ويبايعون الناس عند الركن والمقام، ويقيم الخلافة. أيوة. ونزول عيسى عليه السلام يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحديث عام مخصوص، هذا الحديث عام مخصوص. الأمر الثاني، هذا الحديث نفهمه مع الأحاديث المبشرات ال5. أيوة، حتى يكون في توازن، لا يتملكنا اليأس، ولا لا إفراط ولا تفريط. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الخاتمة، أختم بهذا الحديث، وكملنا على 10 دقائق. 3 وصايا أوصي نفسي وأخواني فيها. أول وصية: أن المستقبل للإسلام، ما التزم المسلمون دينهم وكانوا أهلا لحمل رسالة الله عز وجل. يعني لازم يكون إحنا كفو عشان الله يمكننا، إذا إحنا مو كفو الله ما راح يمكننا. أيوة. لأن الله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيوة. الأمر الثاني، انتبهوا، هذه نقطة مهمة: الاعتقاد بأن المستقبل لهذا الدين هو الذي صنع جيل الصحابة. الصحابة ترى ماكو شيء، الصحابة قلة ذات اليد وضعف، 13 سنة يقتلون، ما يقدرون يصلون، 13 سنة في مكة، وبعدين هاجروا نفس الشيء، ماكو شيء، لكن عندهم هذا الاعتقاد، وعندهم هذه العزيمة، القوة، أن الدين هذا راح ينتشر، والدين هذا يتقوى. وقاتلوا يوم الأحزاب، اللي الله عز وجل يعني وصف ما مرت ظروف على الصحابة مثل غزوة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله. له الحد، يعني وين النصر؟ احنا شايفين شايلين سيوفهم بقتلونا، وين النصر؟ وين اللي وعدنا؟ أيوة. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق
نزل عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق، ما قدر ينزل من شدة الجوع وشدة البرد وشدة الخوف. 3 أشياء: شدة جوع وشدة برد وشدة خوف. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي الصحابة تحدثوا أنه أوتي قوة 40 رجل، حديث البخاري، قوة النبي 40 رجل، بس من شدة الجوع وشدة الخوف وشدة البرد ما قدر يصلب طوله عليه الصلاة والسلام، ما قدر يوقف. فأخذ لوح من حجر حطه على صدره وظهره وشده عشان يقدر يصلب طوله. شوف هذا الرسول، هذا عشان بس يوصل لنا الدين ترى، ها، هذا بس عشان يوصل لنا الدين. اللي الحين نسمعه وبهالمكيف وباردا مبردا نسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رسولكم. ونزل عشان يحفر الخندق، وإذا حجر كبير صميم ما قدروا عليه الصحابة، يطقون فيه ما تنكسر. فأخذ المعول عليه الصلاة والسلام وضربها أول ضربة. أول ما ضربها لمع تحت المعول يعني مثل البرق، فكبر النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة فوق كبروا، سمعوا يكبر، كبروا ما يدرون ايش السالفة. وضرب الثانية أيضا نفس الحكاية، وكبروا، والثالثة نفس الحكاية، لما انهالت صارت رمل. فلما صعد قالوا ايش اللي صار؟ قال أول ضربة ضربتها الله راواني بوابة صنعاء وانتم داخلينها اليمن، شوفوا محاصرين بيقتلون، بيقول لهم ترى الوعد قدام، ها. والثانية شاف قصر إيران هذا كسرى، قال هذا راح تفتحونه. والثالث قيصر بالروم، قال شفتكم وراح تفتحونه. هذه البوابات الثلاث، هذه أكبر مدن في ذاك الوقت. أيوة، هذا الاعتقاد أن المستقبل لهذا الدين هو اللي صنع جيل الصحابة رضي الله عنهم، وهم القدوة لنا. ها، ترى الصحابة اللي صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، المسجد القديم، ها، لما تروح الحين المسجد هناك حدود المسجد القديم بينه، ترى كلهم 30 واحد اللي يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذول افتحوا العالم، ها، هذول افتحوا العالم، كسروا كسرى وقصروا قصر. 30 واحد، لا عندهم جيش ولا عندهم سلاح ولا دبابات، لكن شنو عندهم؟ الإيمان. هذا هو الإيمان. أيوة. الأمر الثالث ونختم فيه حديثنا الليلة، هذا اليقين اللي عند الصحابة رغم الظروف الصعبة، هذا اليقين جعلهم يتمسكون بالعروة الوثقى. هذه العروة الوثقى الكتاب والسنة هي اللي تشدك لله سبحانه، وهي اللي تشدك للآخرة، وهي اللي تقوي عزيمتك وتقوي إيمانك. لا تضعف ولا تخاف، الدين لك والمستقبل لك، إذا مو اليوم باكر. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم وبارك. جزاك الله خير يا دكتور. نشكر الدكتور الشيخ عبد الرحمن الجيراني الله يحفظه ويبارك له. إذا سمح لي عندي سؤال.